السلام عليكم. تعالوا بقى اقول لكم النهارده عملت ازاي البيتزا بالطريقه الجميله دي. حقيقي طريقتها ناجحه جدا جدا، والطريقه فعلا ما فيهاش غلطه. حلوه قوي، طعمها حلو وشكلها كمان حلو. حقيقي تحفه. لو جربتيها بطريقتي مش هتبطلي تعمليها. من اول العجينه لحد اخر حاجه فيها، كل حاجه معمول فيها تكه مختلفه وسر مختلف مش هتشوفيه عند اي حد تاني. بصوا شايفين البيتزا ما شاء الله شكلها عامل ازاي؟ بصوا التسوية بتاعتها حلوة قوي. بصوا البيتزا ما شاء الله طرية. بصوا طرية ازاي. حابة برضه اوريكم. بصوا ما شاء الله جميلة. شايفين مفرغة من جوه ازاي؟ بصوا العجينة بتاعتها قطنية وهشة حلوة قوي. اهي واحدة كمان. بصوا شايفين الحلاوة ما شاء الله جميلة. بصوا العجينة حلوة قوي. لو جربتيها بطريقتي حقيقي هتعجبك. بصوا البيتزا الكبيرة برضه اهي ما شاء الله حلوة قوي. بصوا عاملة من جوه ازاي مفرغة. شايفين؟ تعالوا بقى نشوف اخبار الطعم ايه. انا عايزة اقول لكم ان هي طعمها حقيقي بجد احلى من المطاعم كمان، احلى من المطاعم بكتير. تعالوا بقى نشوف عملناها ازاي. بس قبل ما نبدأ تعالوا نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا كده نشوف عملناها ازاي. اول حاجة انا هقول مقادير كيلو دقيق. ده كيلو دقيق انا نخلاه. تمام. لما تكوني هتعملي اي معجنات اهم حاجه لازم تنخلي الدقيق كويس جدا. حتى هنا كيس خميره فوريه مع معلقه سكر. هننشط الخميره الاول. هنزل كده بشويه ميه تكون دافيه عشان اتاكد اذا كانت الخميره شغاله ولا لا. ما نبوظش كل المكونات عشان الخميره. هغطيها بقى على ما تتفاعل كده. معايا كوبايه لبن رايب. ده لبن انا مروباه من بالليل. بصوا اهو. لو عايزه تحطي زبادي حطي برضو بيبقى حلو. عايزه تحطي لبن، بس انا بصراحه بحب في المعجنات استخدم اللبن الرايب بيبقى حلو قوي. هحط بقى كده معلقه خل. انا بصراحه بحب احط على عجينه البيتزا، بحب احط عليها مايونيز. انا الكيسين دول كانوا عندي فهحطهم. بيدي طعم بصراحه حلو قوي للعجينه. عايزه تستغني عن المايونيز ده حاجات اضافات انا بصراحه بحب ازودها. نص معلقه ملح، معلقه زعتر. حقيقي بتدي برضو البيتزا طعم حلو قوي. وابدا كده اقلب. انا حاطه كوبايه لبن رايب يبقى هنزود كمان كوبايه ميه ونص كوبايه معايا، ونص كوبايه ميه برضو هتبقى معايا. لو لقيت العجين محتاجه ازودها. ادي كده كوبايه الميه التانية اهي. هحط كده برضو رشه بيكنج باودر مقدار مثلا نص معلقه. واعجن بقى كده كويس. اهم خطوه في البيتزا ان هي تنعجن كويس جدا. هي كده العجينه اتشربت معايا الميه اهي. هحط بقى كده من المكعبين الزبده دول. عايزه تحطي برضو زيت بدل الزبده حطي، المتاح عندك حطيه، بس الزبده بصراحه بتدي طعم احلى. عجينها بقى حلو واوريكم شكلها النهائي. كده عجنت البيتزا. خلصت عجينه البيتزا اهي. بصوا ما شاء الله طريه ازاي. وحطيت برضو عليها الخميره. بصوا العجينه عامله ازاي في ايدي ما شاء الله طريه. هي بس بتلزق شويه لان المفروض عجينتها تبقى طريه. حطيت شويه زيت كده في الارضيه وشويه زيت على الوش. هغطيها بقى واسيبها تخمر. قعدت اعجن فيها طبعا لمده 10 دقايق كده لحد ما بقت طريه خالص. واسيبها بقى لمده ربع ساعه او نص ساعه على حسب ما تخمر. نبدا بقى نعمل صلصه الطماطم. ده توم اهوت انا مقشراه. هحط بقى التوم هنا كده اهو. والطماطم دي برضو انا شايله الحته الخضراء اللي هنا ومفلقاها 4 كده. هبدا بقى كده احط زيت زيتون. هعملها طماطم مشويه كده في الفرن بتبقى حلوه قوي اهو. احط كده زيت زيتون هنا.
طريقه الطماطم بتاع صلصه البيتزا بالطريقه دي بتبقى حلوه قوي، جربوها وان شاء الله تعجبكم. وارش بقى شويه ملح كده. هحط برضو فلفل اسود. هحط برضو رشه زعتر. عايزه اقول لكم ان الزعتر ده بينقل البيتزا في حته تانية خالص، بيخليها حقيقي تحفه. هحط دي كده في الفرن بقى تنشوي. تعالوا بقى نعمل شاورمه الفراخ. دي فراخ انا مقطعاها كده بالشكل الطولي ده اهو. نعمل بقى التتبيله: ملح، بهارات فراخ، بابريكا، بهارات مشكله، كل حاجه نص معلقه. هنزل بقى كده بالزبادي، كوبايه زبادي، واعصر بقى نص ليمونه كده. وبعدين بقى اقلب ده كله كده مع بعضه. كده تتبيله الشاورما الفراخ جاهزه. بس لو عايزه تحطي اضافات وتعلي الطعم بتاعها بصراحه بتبقى جميله قوي. احط كده معلقه من سويت شيل، ده بتبقى جميله. حطيت كده معلقه ونزلت بمعلقه. معلقه برده مستردة. واقلب كله كده مع بعضه. المستردة والسويت شيل بيدوها طعم جميل قوي. هنزل كده بقى بالفراخ. اقلب كده، خلي صدور الفراخ تشرب من التتبيله دي كويس. لو عايزه تحطي صدور على وراك هتبقى احلى من دي كمان. واقلب كده كويس عشان الفراخ تشرب من التتبيله. دي بقى تتحط في التلاجة كده ساعة ساعتين، ما تقلقيش خالص. كده الطماطم هي طلعت من الفرن بقت مشوية، بصوا شكلها عامل ازاي، ريحتها حلوة قوي. هسيبها بقى تبرد خالص وبعد كده اضربها في الخلاط. ودول بقى هشتغل فيهم على البوتاجاز. قطعت بصل اهو. كده خلاص الفراخ اتبلت معايا. حطيت برده شوية زيت كده في الطاسة. هنزل بقى كده بالفراخ. بسم الله. لازم يكون الزيت اللي هتحطي فيه الشاورما يكون سخن. سامعين صوت التش ده؟ وتبقى على نار عالية عشان ما تنزلش السوائل اللي فيها. دي الطماطم انا ضربتها كده في الخلاط بقت بالشكل ده كده، اللي مديها اللون ده ان هي مشوية. احط كده معلقة صلصة. واحط كده معلقتين كاتشب برضو. هنزل كده برشة فلفل اسود. انزل كده بالبصل. البصل انا مش هحمره ولا حاجة، ويا دوبك يدبل بس. كده البصل دبل معايا اهو. هبدأ بقى انزل كده بالفلفل. معايا فلفل الوان اخضر اصفر احمر. انزل كده بالفلفل. هقلب بقى كده. انا الخضار بخلي فيه قرشه خفيفه كده، مش بسويه قوي. انا مش هحط عليها اي توابل لان كل توابل فيها. هبدأ كده بقى انزل بالطماطم. حبتين طماطم صغيرين مش اكتر من كده، بتدي طعم حلو برضو. هعلي عليها النار بقى لمدة 5 دقايق. كده برضو الطماطم هي اتسبكت. هطفي عليها برضو. خلاص كده انا طفيت على الشاورما عشان انا مش عايزاه يبقى مستوي قوي برضو. هسيبه بقى يبرد. والصلصه برضو هسيبها تبرد. كده عجينه البيتزا خمرت اهي ما شاء الله اللهم بارك. معايا بقى كده صواني البيتزا دي انا هشتغل فيها. لو مش عندك الصواني دي، اي صينيه عندك او اي صاج او اي صينيه ألمونيا برضو كبيره زي دي. احط بقى كده شويه زيت في كل صينيه. رشه زيت بسيطه. بسم الله. كده كرة كده بالحجم ده. واحطها بقى كده لازم ترفع تاني شوية. هسيب بقى الصواني الصغيرة دي كده ترفع. واعمل بقى كده ميني بيتزا صغيرة للفطار بالحجم ده كده. هصغر برضو شوية كمان اهي. وبعدين المها بقى كده في الاخر. واعملها كده في ايدي كرة اهي. الحجم اللي انت عايزاه اعمليه. بس انا هعملها صغيرة عشان تبقى يعني لو طفل ولا حاجة تبقى على قده تشبعه وخلاص. بصوا ما شاء الله العجينة طرية في ايدي ازاي. طريقتها ناجحة جدا وجميلة. لو انت عايزة تخزنها في الفريزر تعملي كمية، وتخزنها في الفريزر تعملي العجينة كده وتقومي لفاها بورق استريتش.
وتحطها في الفريزر تقعد معاكي بالشهرين 3 ولا يحصل لها اي حاجه. كده بقى خلاص اهو، هسيبه يخمر بقى كمان 10 دقايق باي فوطه او باي كيس. بس انا هغطي بكيس لان الكيس بيكتمها فبيسرع بصراحه. هغطيه كده بكيس واسيبه يخمر 10 دقايق كده وابص عليه برضو. كده خلاص البيتزا رفعت معايا اهي. هبتدي بقى ابططها. بصوا هتتبطط معايا بكل سهوله، لكن لو انا كنت بططتها قبل ما ترفع كانت هتغلبني وتقعد تلم مني. هبدأ بقى انغزها كده بالشوكة عشان مش عايزاها تقب معايا قوي برضو. احط بقى صلصة كده معايا برضو، خليط جبن موتزاريلا على رومي على شيدر اهو. هنزل كده بشوية جبن. واحط بقى كده شاورما فراخ. عايزة تحطي مشروم حطي، بس انا هكتفي كده بالفراخ. هحط برضو زيتون. هحط جبن برضو تاني، جبنة بقى موتزاريلا كده لوحدها. لو انت برضو مش عايزة تحطي شاورما فراخ وعايزة تحطي تونة تحطي مشروم، عايزة تحطي برضو شاورما لحمة، عايزة تكتفي بالجبن بس، كله شغال وبتبقى جميلة بصراحة في كل حالاتها. شوفي برضو البيتزا احنا بنروح نجيبها من بره بكام. بصراحة سعر البيتزا بره مبالغ فيه قوي. هحط بقى البيتزا كده. انا في الوقت ده مشغلة الفرن على درجة حرارة 200. هحط بقى البيتزا كده ومش هشغل الشواية خالص. هعمل بقى كده بالشوكة عشان برضو الصغيرة ما تقفش معايا. جربيها بقى على طريقتي وهتاكلي احلى بيتزا ممكن تجربيها. كده بقى نحط صلصة برضو على وش البيتزا نفس طريقة البيتزا الكبيرة، بس دي بقى ميني كده صغيرة عشان خاطر الفطار، عشان برضو الولاد لما يكونوا مش عايزين يفطروا يبقى في حاجة يفطروا بيها سريعة كده. انا بعملها وبحطها في علبة في الفريزر وبطلعها كده قبلها ب10 دقايق بتفك وبتبقى جميلة كأن لسه معمولة. حتى برضو ايام المدارس لما اكون مش عايزه اعمل لهم فطار الصبح ولا سندوتشات اقوم عامله البيتزا برضو بنفس الطريقه بتبقى جميله. وطريقه برضو الطماطم المشويه دي جربيها بالطريقه دي وحقيقه هتدعيلي على حلاوتها وجمالها. صدقيني مش هتلاقي الطريقه دي في اي حته تانية، طريقتها فعلا مختلفه. لان الطريقه دي تفنيني انا بصراحه بحب اقعد افنن في الاكل كتير قوي. حط كده بقى جبنه موتزاريلا. لو عايزه تكتفي بالجبن بس اكتفي، هي بتبقى حلوه بصراحه برضو. مش شرط تحطي عليها فراخ ولا لحمه ولا مشروم ولا اي حاجه، هي شويه جبن كده وبقت حلوه قوي وزي الفل. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا البيتزا طلعت ايه من الفرن، شكلها تحفه وريحتها تحفه. والصاج اهو برضو بقى بالشكل ده ما شاء الله. ما شاء الله اللهم بارك. الف هنا وشفا للي ياكل. اهي عملتها صغيره كده بالطريقه دي. كده خلاص هسيبها بقى تبرد. انا لما بحطها في الفرن ما ينفعش ان الجبن دي تستوي ويبقى وشها احمر، هي يا دوبك بس الجبن بتستوي معاكي عشان تبقى تاخدي المطه اللي انت بتشوفها في المحلات، لكن ما ينفعش الوش ده يتحرق خالص. اتمنى تكون الوصفه نالت اعجابكم، ولو وصلتوا لحد هنا شجعوني بقى بكلمه حلوه زيكم كده، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم بقى على خير في فيديو جديد.